راح أقوص على الدواليب. انزلوا انزلوا لتحت، اوصوا عليهم. بسرعة امشي يلا. علي علي، لك انت شو عم تعمل يا مجنون؟ مو شايفة أختي كيف عم ياخدوا زهرة؟ خذه، اعطيني السلاح كمان. ما في سلاح يا اختي، شو رايك بقنبله؟ قل لي من وين بتجيب كل هالقنابل اختي لما عزو؟ كنت تلعبي دحاحل بالحاره انا كنت العب بالقنابل لعب. انا اسمي عدو المجنون، مين عدو الرجل المتفجر. عزو الأشنب، أنا كمان بفجر عزو، بس مو على طريقتك أنت. أنا بضرب مليون مرة، فرج. معلم دكاتك اللي بقى تضرب، اصلا انا بنص عقل وبتضرب كمان ما راح يضل عندي ولا فيوز. ما راح يصير لك شيء، أنت مجنون لا تخاف. ما عاد تنجذب أكثر من هيك، مجنون خلقة. ايه تسلم. أختي خذي هذا السلاح، هدية مني إلك. شكرا زيدان، ان شاء الله ما رح احتاجه، بس اذا اضطريت كمان باذن الله رح استخدمه. بس نحن بالاول لازم ننقذ العسكر، وما دام نحن سوا رح نخلص هذا الموضوع بسرعه. تعرضنا لهجوم معلم، رح نحاول نلهيهم. انتوا خدوهم من الطريق التحتاني. مفهوم تمام. أنا جاي فورا. أنتوا بتعرفوا لوين رح تاخدوا العسكر، وأنا باخد البنت. أنت انتظرني هون، رح أحكي معك. ماشي بستنى. زيدان عم تسمعني يا زيدان؟ زيدان عم تسمعني؟ أنا هلا بمواجهة، عم بسمعك طارق. زيدان، الزهرة رح يسلموها للتنظيم على الحدود هلا. التنظيم رح يعدم البنت، رح يحاكموها بتهمة قتل الإمام علي الجان وشغلات تانية كمان. رح يثبتوا إنه هن ما دخلوا بكل اللي صار، لازم نمنعهم يا زيدان. تمام طارق، نحن هلا ملاحقينهم، بس علقنا عم نحاول ننفذ منهم. عزو حمينا يلا. يلا عزو. شو وضع العسكر يا زيدان؟ مع الأسف طارق، بإيد رجاله لعدنان، عم نحاول إنه نصل له. زيدان، هذا الموضوع لازم ينتهي اليوم، عم تفهمني ولا لا؟ خير دكتور، مبين عليك انك مضيع شيء. أنا كنت عم دور على أدوية هون. الكل بالمحكمة، إذا بدك. ما فينك ترفضني، ما في رجال بيرفضني أبداً.